تعالي ما نعمل مع بعض فطيرة طرية وهشة، مش هتاخد معانا أكتر من 10 دقايق. هاتي طماطمتين وقرنين فلفل وقطعهم على بعض وانزلي عليهم بمعلقة مهروسة من التوم ومعلقة زعتر ونص معلقة ملح صغيرة وحطهم على النار يستووا. وهاتوا بولة وانزلي فيها بمعلقتين خميرة ومعلقة سكر وذرة من الملح ومعلقتين من الزيت، وانزلي عليهم بنص كيلو من الحليب. دوبي بقى السكر والخميرة مع بعض، اديلهم تقليب كده، عايزين ندوبهم جامد. وبعد كده انزلي عليهم بكمية من الدقيق. طبعا انا قلت كمية من الدقيق علشان حسب الدقيق ونوعيته عندك في مطبخك. انزلي عليهم بقى واديلهم تقليب 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 بالشكل ده، على لغاية ما الحليب بتاعنا يستكفي من الدقيق، لان احنا عارفين الدقيق كلته مش شكل بعض. انزلي عليهم بقى واديلهم تقليب تقليب تقليب، وانزلي عليهم بمعلقتين من الخل. بعد ما نزلت عليهم بمعلقتين من الخل، اديلهم تقليبه وهات الاسترتش بتاعك وغطيها واركنها في جنب. على طول هتخمر معاك وهترتفع معاك، على يدوبك ما تجهزي صينيتك وتقطعي الطماطمية بتاعتك وتقطعي الفلفل بتاعتك. وادي شكلها بعد ما اختمرت معاك. انزلي بقى في الصينية وجبنا طماطمية بقى وقطعناها حلقات بالشكل دي، وادي الصلصة اللي احنا عملناها مع بعضنا. انزلي بقى بالصلصة على وشها ووزعاها وافردها بالشكل ده، بحيث تغطي وش العجينة كلها بالشكل ده. جهزت بقى عندك كم طماطمية كده متقطعين حلقات أو مكعبات حسب رغبتك، وكم فلفلية متقطعين بردك حلقات حسب رغبتك، وانزلي عليهم بالشكل ده. وكم حتة زيتون وانزلي عليهم بهم، ووزعيهم على وش الفطيرة بتاعتنا بالشكل ده. خدها بقى على النار، وأول ما تبدأ تشمع في النار خرجيها. وحبة جبن عندك، أي نوع جبن عندك، أي نوع جبنة عندك انزلي عليها به، وخدها في الفرن 5 دقايق وخرجيها. طبعا ما ينفعش ننزل بالجبنة يا جماعة وهي لسه طرية. بعد ما تشمع في الفرن بننزل عليها بالجبنة علشان الجبنة ما تنشفش معانا. وطلعها بقى وخرجها بالشكل دي، وانزلي عليها بالكاتشب وانزلي عليه بالمايونيز وقطعها بالقطاعة. وشوفي بقى الجمال والحلاوة، ودوقي أحلى فطيرة عملناها مع بعض في 10 دقايق. يبقى احنا عملنا مع بعض فطيرة ال10 دقايق ولا لأ؟ شايفين الشكل والجمال والحلاوة ولا الطعم؟ وده شكلها يا جماعة بعد ما قطعناها مع بعضنا. وألف هنا وشفا على قلبكم. وحبايب قلبي، دي كانت حلقتنا النهاردة، وتفضلوا معانا في مطبخ أم إسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.